ايوا نجاة يا نجاة، ايوا حاولي على راسك، حاولي على راسك بنيتي، وراه مازال ايام طويله وارا ما تدردقي. ولكن هاد الوقيته هادي راه حشومه، عيب، عار. راعي لواحد الاسره راه عاد مشات لهم شابه، شابه مازال كطرطق القلب، مازال مسكينه ما شافت ما تشوفات، مازال صغيره، وكيت البنت اللي كتموت صغيره وتيبقى والديها موراها. راها صعيبه وصعيبه بزاف. ومازال واحد الشاب مجبد مسكين في السبيطار، ما عرفناه لا واش غادي ينوض ولا غادي يزيد تما كينا. وما عرفناه ملي غادي ينوض كي غادي ينوض، واش ينوض صحة سلام، ولا نوض ولا ينوض فيه شي خلل في العقل ديالو، ولا شي اعاقه في الجسم ديالو. ما عرفناه مسكين غادي كي غادي ينوض. الله يكون معاه والله يشافيه والله يعافيه. والحمد لله على سلامة بنيتك. وحنا عارفينك فرحانه وما قدك فرحه. ولكن حطي راسك في بلاصه داك الناس، حطي راسك في بلاصه داك الناس وقولي حشومه وعيب. شوفي، انا وحده من داك الناس اللي النهار اللي يالله بنتك وقع لها مشكل بنهار ولا يومين يمكن او تقريبا 3 ايام، كنتي مشيتي ودرتي حفله وغنيتي بالاماره بداك الكسوه الكحله، كسوه وغدا القفطان ولا ما عرفناه شنو هو، بحال اللي لبستي دابا وهي في الخضر. لبستيها وكنتي مغبنه وكنتي كتبكي وكنتي طالع لك الدم، والناس خرجوا وقالوا لا وحشومه وعيب، والبنت عاد قتلات روح وعاد دارت. وقلنا لا، ماشي مشكل، السيده ملتزمه، السيده دايره كونطرادات، والسيده عندها مسؤوليه وتبعها بزاف نتاع المشاكل وبزاف نتاع الشغالات. وقلنا ماشي مشكل. وخرجتي وباين عليك الحزن. على من الحزن؟ على بنتك. ايه الكبده صحيبه وكل واحد تيتفقس على وليداته. ولكن انت واحد الانسانه مشهوره، كيف ما تنقولوا انت مؤثره وكتاثري على الناس. يعني كيفاش انت يا بنتك وقع لها داك المشكل؟ آه يعني هي من غير قصد، ما غاديش نقولوا على انها كانت قاصده، ولكن من غير قصد ولله الامر. من غير قصد لقات لها روح. يعني داك الروح راه بسبب البنت ديالك، واخا راه ماشي قاصده، ولكن الاعمار جات هكا. كان بامكانك على الاقل، على الاقل ما تخرجيش بداك الحيحه بحال اللي تقولي واكله شي حاجه وناشطه اختي، ناشطه اختي وفرحانه وتدقي وتدردقي وما عرفناك واش لابسه قميص ولا قفطان ولا ما عرفت داك الشيء، وكلشي مزير والطبقات واحترمي السن ديالك، راكي كبرتي اخيتي وراكي كبرتي. والله كبرنا على طاعه الله ورسوله وماشي مشكل، واخا كبرتي ومازال كتغني. غير المهم الهيبه، الهيبه في اللباس، الهبه في التصرفات. ما كاينلاش زعما داك الشطح، انت ما محتاجاش. انت فنانه معروفه، وانت الناس كيبغيوك وتيبغيو الفن ديالك وتيبغيو الاغاني ديالك، وبشحال نتاع الناس كبروا معاك، والجاليه المغربيه تيبغيو الاغاني الشعبيه ديالك. ما محتاجاش على انك تدردكي. انت غير وقفه ديالك راه تبارك الله صافي، ما محتاجاش شي حاجه اخرى. علاش زعما؟ علاش داك الحفل بالخصوص دايره داك الحاله؟ ياك عاد وانتي في داك الحفله وانتي مأزمه وانتي مدمره وبقيتي فينا وقلنا الله يحسن العوان وماشي ساهله، ودعينا معاك ودعينا مع بنتك. ما كاينلاش دابا تخرجي هاد الخرجه هكا. هذه خرجك بالنسبه ليا انا خرجه عوجه، لان الخرجه الاجر زعما الاحسن، اسمحوا لي، الاحسن هو انك تخرجي خرجه بفيديو، اولا البنت ديالك تخرج بفيديو وتعتذر لداك الناس اللي كانت سبابهم على انهم جوج نتاع بنيته مشات عند الله ووليد راه في بين يدي الله، ما عرفناش المصير ديالو شنو غادي يكون. تخرج وتعتذر وتقول لهم ماشي لخاطري، انا براسي راني كنعيش واحد الحاله نفسيه اللي صعيبه، حيت راه ماشي سهله. واخا تكذب على راسها، واخا تقول لا راني مزيانه، او واخا تقولي انت راكي مزيانه، راه ماشي سهله. راه ماشي سهله للانسان اللي عنده ضمير، اللي عنده ضمير واللي يحس اللي هذا راه ماشي سهله، على انك تكون سبب على بوفاه واحد الشخص. راه ماشي سهله، راه صعيب عليها، وراه ما غاديش تنساها بالسهل. راه يعني خصها فتره طويله عاد تنسى هاد الامر هذا. وداك السيد اللي مازال في الطبيب ومازال كنفكروا فيه، مازال ما عرفناهش واش ناض ولا مازال. يعني ما كاينلاش هاد الخرجه هادي. كان من الاحسن على انكم تخرجوا باعتذار، كيف ما خرجتي النهار، كيف ما خرجت البنت ديالك النهار اللي تزوجات بداك السيد وما بقاش المكتاب،
وقالت بانه نصاب وما كانتش عارفه، وبانه ما عندها ما دير بالراجل مجوج وعنده وليدات، وهي ما تكونش سبب نتاع مشكل نتاع شي مرا بالوليدات نتاعها. وكنا احترمنا داك الخرجه، وكنا عجباتنا، وكنا بقات فينا، وكنا تاثرنا، وكنا دعينا معاها، ودعينا في السيد اللي تزوج بها وهو كان كاذب عليها، دعينا فيه. يعني غير واحد لو جيست زوين، وحنا المغاربه راه عزيز علينا التكبيره. غير كبري بينا، غير راعينا، غير شوفي من حالتنا اللي بقات فينا بنتك، وفي نفس الوقت بقاو فينا داك العائلات اللي ترزاو في جوج ديال الشباب. شاب الله يطول في عمره والله شافي، ولكن شابه راه مشات عند الله. بقيتو فينا بجوجكم، بقيتو فينا بجوجكم، وبقى فينا الحال، وتألمنا وقلنا الله يحسن العوان. ماشي سهله، لانه حادث. ماشي شداتهم ومشات عندهم للدار ودارت لهم شي حاجه، حادث. قدر الله ما شاء فعل. العمر ديال داك البنت جا على بهاد السبه هادي، يعني مكتاب لها تموت في داك اللحظه وفي داك الدقيقه، راه الرزق ديالها تسالى. غير مهم الاسباب، قال لك تتعدد الاسباب والموت واحد. راه حشومه اختي وعيب. حشومه والله، حشومه. ما كاينلاش داك التنقاز وداك هذا. بنتي درتي بحال اللي خرجتي. ها انا فاش كانت بنتي مازال مشدوده، ها انا خرجت مغبنه، وانا بكيت وتعاطف معايا الجمعه، وكنت في حاله نفسيه ماشي هي هذيك. دابا منين بنتي خرجات على خير وبخير والامور مزيانه، خرجت ندق وندردك بحال اللي كنتشفى في داك الناس. لا حشومه. حنا ما كنتشفاوش في الموت وما كنتشفاوش في المرض. راه عيب، عيب، وماشي مترابينا وماشي من اصولنا. ونمشيو للنقطة الثانية اللي هي النقطة نتاع الفنانة لطيفة رأفت، اللي كلشي بدا تيهاجمها وتيقول لا، وانتي كتقولي بانك ما كديريش عملية تجميل، وانتي دايرة عملية تجميل ودايرة وفاعلة وصنعة. شوفوا، الا كانت دايرة واحد الحاجة بسيطة في وجهها ماشي مشكل، عادي. المهم الذات نتاعها مازال نقيه، ما فيها حتى شي حاجه، ما دايره بونج، ما دايره شي هردوسيه معيقه، ما دايره شي حاجه اللي معيقه. زائد ان داك البلاصه اللي عندها في العنق ديالها اللي تيقولوا بان التكماش مشى لها لتما، هادشي لا. انا تنأكد لكم بان داك البلاصه اللي في العنق ديالها فهي عمليه نتاع كانت عندها واحد الولسيسه وحيداتها. وهي راه ما محتاجاش زعما ماشي ما عندهاش الفلوس باش دير عمليه، ولكن ما بغاتش دير العمليه لذاك البلاصه. صافي عمليه دارتها، حيدات ولسيسه، خلاتها داك البلاصه هكاك. وكل شي شافها وتيقول لا، راه هذاك الجباد مشى لتما وحبس. ما يمكنش، هي الا دارت شي حاجه راه غديرها متقونه، راه غتمشي عند احسن الاطباء، راه تبارك الله ما مخصوصاش، الله يزيدها. ولكن ما نبقاو نهضروا هكا، لانها كتلبس زوين، كتلبس قفيطات فنين وزويونين ومحترمه التقاليد المغربيه ديالنا، تغني اغاني زوينه محترمه الشعب المغربي. ما عمرها ما خرجت قالت شي كلمه ولا شي حاجه، اعتذرت توضحت للشعب المغربي النهار اللي حملات، وقالت لهم انا اللي حامله، علاش تتهاجموني وعلاش تديري، واعتذرت للناس اللي كيبغيوها. يعني انسانه مرموقه، انسانه محترمه، انسانه ما عندنا باش نوصلوها ما كاينلاش نهضروا في الوجه ديالها. تبارك الله 63 عام، راها الصلاة على النبي ما شاء الله مازال نواره. حنا الا وصلنا لداك السن ان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى نكونوا غير قل منها شي شويه. وشكرا بزاف لكل واحد وصل معايا لهاد النقطه. ما تنساونيش من لي لايك الزوينه ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين والهلا يخطيكم عليا. وما تنساونيش من الاشتراك باش تكبر العائله ديالنا ويوصلكم كل جديد. راني محتاجه لكم، الله يرحم لكم الوالدين، ومحتاجه لهاد القناه. شكرا بزاف لكل واحد عاوني، الله يرحم لكم الوالدين والهلا يخطيكم عليا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.